الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أين القصد؟ جديد أنت بحينا؟ في الكلمات رحابة وأمان، في الكلمات ورد وأغاني. ارتأت جمعية التواصل أن تنظم هذه المسابقة من خلاله وتستهدف بها تلاميذ المؤسسات شبابنا الناشئ في فن الكتابة والترسيم. سعيدة مرة أخرى بأن أتحاور مع الأستاذ علي، وذلك في إطار مشاركة خلال هذا الصباح في تحكيم في مسابقة فن الكتابة التي نظمتها جمعية تواصل تحت شعار الإبداع ترسيخ للقيم الوطنية بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة قلميم ودنون في إطار المعرض الجهوي للكتاب في دورته الثالثة عشر بعاصمة الثقافة طنطان. كنت سعيدة بأن أكون إلى جانب مبدعين من هذه المدينة الجميلة، الأستاذ القاص والروائي أحمد بطاح والباحثة والشاعرة السلمى أرجدال، وذلك من أجل انتقاء مجموعة من النصوص المشاركة في هذه المسابقة المذكورة سالفا، وكان عدد القصص 25 قصة قصيرة من مختلف المؤسسات التأهيلية بإقليم طنطان. ربما كان الانتقاء صعبا وكانت القراءة أيضا صعبة، لكننا حاولنا أن نتقيد بقانون المسابقة الذي ينص على اختيار 4 قصص فائزة. طبعا الموضوع كان محدد سلفا من طرف الأستاذ حميد بن الشيخ الذي قام بتأطير ورشة أو هذه المسابقة في فن الكتابة، وبالتالي حدد الموضوع في المسيرة الخضراء والمشاركة في هذه المسيرة بأن يتخيل التلميذ نفسه مشاركا في هذه الملحمة الوطنية. وفعلا تمكن التلاميذ يعني كافة من ترسيخ القيم الوطنية ومن ترسيخ الاهتمام بالقضايا الوطنية، وأيضا تم إبراز دور المرأة الصحراوية في خدمة القضايا الوطنية، وأيضا في تلقين القيم الوطنية لأبنائها من خلال مجموعة من الحوارات، سواء القائمة بين الأم وأبنائها وأيضا القائمة بين الآباء وأبنائهم، وذلك من أجل رفع شعار الوطن وراية الوطن. وكانت طنطان حسب القصص هي عبارة عن محطة عبور من أجل تحرير الصحراء ومن أجل استكمال الوحدة الترابية. طبعا هذا موضوع جميل جدا، لأن من الضروري أن نعلم أبناءنا الناشئة بالوطن، بقيم الوطنية وأيضا بالقضايا الوطنية وبما عرفه المغرب خلال السنوات الماضية من معاناة من أجل الاستقلال ومن أجل استكمال الوحدة الترابية. سعيدة جدا أيضا بأن يتزامن هذا المعرض مع الذكرى 50 للمسيرة الخضراء. شرف لنا أن ننخرط، سواء أن أنخرط كممثلة الراصد الوطني النشر والقراءة الذي يحضر هنا برواق متنوع، والذي يحظى باستقبال واستقطاب ثلة من المهتمين من الصغار والكبار، وأيضا أن أحضر ككاتبة كان لي شرف، ربما كان شرفا مفاجئا، أن أحل ضيفة على ثانوية ابن بطوطة التأهيلية صبيحة يوم الجمعة من أجل تأطير لقاء حول الكتابة السردية، وأيضا من أجل الحديث عن تجربتي المتواضعة في المجال الإبداعي والإعلامي. وكان لقاء جميلا جدا بحضور ثلة من التلميذات والتلاميذ الذين أتحفوني بمجموعة من الأسئلة أغنت اللقاء. سعيدة أيضا بأن هؤلاء التلاميذ قاموا بزيارتي في هذا المعرض، وأيضا احتفوا بتجربتي القصصية المتمثلة في مجموعتين أتراك تشرقين غدا ولا شيء يعجبني، وأيضا الرواية الموجهة للفتيان حين تتمرد الحروب. أيضا شرفتني جمعية تواصل بالمشاركة ضمن لجنة القراءة للنصوص الفائزة، وهذا شرف لي. وأنا دائما أقول أنني ألبي الدعوة بتلقائية وعفوية ما دام هذا الأمر هو
وتكريم وتشريف لي، وربما أكسبني محبة ثلة من المهتمين والمثقفين وساكنة أصيلة، بحيث منذ حللت بهذه المدينة الجميلة وأنا أحظى بالدعم وبالدفء الذي بدد يعني كل التوقعات وبدد المسافة الطويلة التي قطعتها من مدينة طنجة إلى مدينة طنطان. طبعا لم أندم لأنني هنا بينكم. شكرا للجميع على الدفء، على المحبة، وكم أرغب أن تصير محطة طنطان هي محطة للمعرض الجهوي للكتاب سنويا، لأنها فعلا تستحق مثل هذه التظاهرة الأدبية والثقافية بامتياز. شكرا للجميع. الأستاذ حميد بن الشيخ، أستاذ اللغة العربية بثانوية محمد الخامس الساحلية بمديرية طنطان. يأتي هذا النشاط يعني الثقافي تتويجا لمسابقة حول القصة المنظمة بين تلاميذ وتلميذات الثانويات التأهيلية بالمديرية يعني طنطان. وجاء هذا اللقاء يعني من أجل يعني تكريس أهمية الإبداع بالنسبة لي يعني المتعلمين والمتعلمات، باعتباره يعني آلية من آليات تشجيع التلاميذ أو الشباب أنهم يبدعون في جنس القصة. وقد يعني هذا النشاط منظم من طرف جمعية التواصل في إطار يعني المعرض الجهوي للكتاب قليمي مودنون بمدينة طنطان، وكانت فرصة يعني وتجربة جميلة لكي يعني ينفتح أبناؤنا وبناتنا على تجارب سردية مختلفة. وكان حاضرين معنا في اللجنة مجموعة من يعني المبدعين الكبار، منهم الأستاذة فاطمة زهرة المرابط والروائي أحمد بطاح والطالبة الباحثة الأستاذة سلمى أرجدل، كلجنة التي ساهمت يعني في إبراز وفرز نتائج هذه المسابقة، وإلى فرصة تربوية ثقافية أخرى. وشكرا.